اكو خوان ثلاث مات ابوهم، وابوهم قبل لا يموت قال لهم النعم الحمراء للكبير والنعم السوداء للوسط اخويا والنعم الصفراء للصغير، ومات. زين هسه هاي النعم الحمراء شنو والسوداء شنو والصفراء شنو؟ للكبير والوسط والصغير. هسه شلون يفسرون هالميراث؟ ما افتهموا. خو تعرفون بعد معناها شنو؟ الحمراء هسه انا احكيها لان باخر القصه ما نقدر نشرحها. الحمراء يعني مولانا الغنم، الانعام. الانعام يعني شنو؟ يعني الجمل، الناقه، البعير مثلا، او الشياه، الشاة، او مثلا البقر اجلكم الله، يسمونها النعم الحمراء. النعم السوداء الاراضي والنخيل والزروع، ولهذا العراق كان شو يسمونه؟ ارض السواد. السواد يعني اهل النخل، اهل الزروع والبساتين اخويا. والصفراء معلومه بعد، الصفراء يعني الماده، يعني النقد، يعني المال، الذهب والفضه يعني اخويا. زين هذول راحوا الواحد يستشيرون عنده انه ابويا تعال ابونا مات وهيك وصلنا، زين ايش ناخذ احنا ميراث؟ فتحوا الباب، فتح الباب لهم، شافوه رجال كبير طاعن بالسن ما بيه حيل، لحيته وكذا وتعبان. قال لهم والله انا ما اقدر احل مشكلتكم، اللي يحل مشكلتكم اخي الاكبر اخوي الكبير. قالوا له اذا هذا هيش طايح وما بيه حيل، جاء اخوه الكبير شنو مولانا؟ راحوا الى الاخ الاكبر، طقوا الباب عليه، فك الباب، لا شو هذا وسط حلو، لحيته بيضة وكذا وشعره ابيض، لكن عليه حيله قوي، مو مثل ذاك طايح نهبان رايح اخويا. طرحوا القضيه له، قال لهم والله انا ما اقدر، اذهبوا الى اخي العود الكبير كلش، ذاك العود روحوا له. راحوا للكبير، طقوا الباب، شافوا لا والله هذا سواد وبياض، شعره ولحيته سوداء وبيضة. قعدوا متحيرين، قالوا له احنا والله عندنا مشكله، وهذه المشكله باختصار، زين، لكن عندنا صار شبهه ثانيه. احنا رحنا للاخ الاصغر شفناه طايح هذا كلش ماكو شيء اخويا، لحيته تعبانه وشعره تعبان ومقوس ويعني ضعيف، هسه يموت. والوسط زين إله يعني، وانت ما شاء الله انت الكبير لكن على قوتك. قال له ما هاي سهله هاي، قالها زايره، هاي زايره من عندي طبعا صاح المرته، امة الله علي بطعام، جيبي لي فشين نضيفهم، عندهم رقيه دفعه، خو ماكو هالهيك بيبان، دفعه الرقيه الى هيك، طق الرقيه هيك، قالها لا هاي الرقيه ما تسوى، هاي مو زينه. دهربها الها، دحرجها، دفعها للمراه ذاك الصوب. المراه شويه ذبت وحده ثانيه، شالها، طق الرقيه مره هيك مرتين قدام الخطار الخوان، قال لا هاي ما تفيد غيريها. اي دهربها، دحرجها للمراه. المراه شويه دزت الثالثه، شال دق عليها، قال لا هاي زينه، هاي زينه، يلا شقوها وطلعت زينه وكلوها وكذا. قالوا له شنو الجواب؟ قال لهم هذه زوجتي، هاي زوجتي، احنا ما عندنا غير هالرقيه هاي، ماكو غيرها، بس ارتراويكم ان الزوجه الصالحه المطيعه ما تاذيني، انا ضربت عليها هي نفس الرقيه وانا ادري وهي تدري ما عندنا غير هالرقيه هاي، فقلت لها غيريها، دهربتها زين، وهي ما اعترضتني ولا استشكلت عليه، وما قالت لي ولك تعال ترى بس ما تخشن خاطري ابد. رجعت لي الرقيه، ضربتها ورجعتها، هي هم ما خشنت خاطري، رجعتها الي اخويا. هذه تسمى الزوجه المطيعه التي لا تؤذي زوجها. لكن اخوي الوسط عنده مره شويه مرمرته، والصغير شال عقلب اخويا، فهذا الشيب من نسوانهم، هذا الشيب، هذا زوجه، انا زوجتي على قليبي خلاص، تطيعني لا تأذيني لا تدردم، لا عندها قال وقيل، ولا عندها مشاكل، ولا عندها كذا. من ادخل تعلم اولادها، تقلهم اذا جاء ابوكم استقبلوه ببسمه، تلقوا ابوكم بضحكه ببسمه، خاطر همه وغمه، لان الاب قاعد ينشغل بالشارع، يقعد مع العشاير، يقعد مع الناس، يقعد مع الدوائر، يقعد كذا، فيمر عليه ظروف، فلما يشوف اولاده يضحكون وبنياته التعب كله يروح، وهي تتلقى بكلام طيب مثلا. هاي الزوجه الصالحه. ولهذا رسول الله يقول من سعاده المرء الزوجه المطيعه، الزوجه الصالحه المطيعه لها اثر.